سلام غالياتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. دوكا بعد ما كملت يعني البنات نقيت العرايش الكعكات تاوعي عفوا، ونقيتهم بيان على السيار ولا على لاغري ولا جبت لهم الديكوراسيون كنت ديجا كملتها. راح نبدا نلصق في هذوك الدوائر من الفوق، هذوما التزيين كان تحت طلب الزبونه، وانا درت بعض التغييرات اللي قلت لكم اي حلوجيه تكون عندها اللمسه نتاعها. دونك خدمت باللي موتيف اللي كانوا عندي، واكيد راني نغبر شويه بهادو الدوائر. درت لهم هاد الناكري ان بلون دوري ماجيك بهاد البانسو، يعني ساير داير باش يعطوني لمعه شابه. دونك هكذا غالياتي. ودرت لها لابوسات، درت لها تليفون، درت لها بوبونات صغار، وريدات ابيبخي على حساب واش باتت لي هي، لكن باللمسه تاعي كنت كامل لي موتيف تاعي خدمتهم بليمو اللي كنت درته لكم في الفيديو تاع كيفاش نديروا ولا نحلوا مشروع ولا نبداو مشروع حلويات. كنت وريت لكم لي موتيف اللي خدمت بيهم ولا اللي راح نخدم بيهم كامل. كي تحبوا تشوفوا تحبوا تعرفوا هاد لي موتيف ترجعوا للفيديو اللي قبل اللي كتبت فيه كيفاش نبداو مشروع حلويات، راح تصيبوا هاد لي موتيف. خدمت وزينت بالناكري دوري كيما راكم تشوفوا، هادو كامل لصقتهم بالغراء الغذائي. وهنايا نروحوا للمخبز، كيلت 3 كيلات حوالي كيلو 700 باش يخرج لي 50 حبه. ودرت نص كيلة تاع سكر. لميت بالبيض، اكيد راح نكتر الصفار على البياض الكامل، ندير مثلا حبه بيض بصفار ولا 2 حبات بيض بصفار، ومع الاخر كامل نكمل بالصفار باش المخبز نتاعي يجيني طري. البنات ما قدرتش ندير لكم كلش بالتدقيق، ليسونسيال كيلو و700 يخرج لكم 50 حبه على وزن 50 غرام 50 غرام ولا 48 غرام. لكل حبه تاع مخبز لازم تجي طالعه وتجي معمره وتعمر العين. اكيد راح تكون حجم الحبه تاع المخبز حسب طلب الزبونه. دونك في هاد لا فيديو يعني راح مشيت برك بالخف باش برك تشوفوا ابيبري واش خدمت. واكيد ما ننساوش لافاني، ما ننساوش الزاز دو سيترون اللي راح يكون ضروري في المخبز تاعنا. اذا ما كانش فيه الزاز تاع القارص يعني ما راح يخرج ناقص، ولافاني مهمه وضروريه جدا ولازم يخرج معسل، تخدموه باليد المخبز تاعكم. واكيد راح حندير لكم هاد الوصفات كامل في القناه تاعي الثانيه اللي هي اصغر كيله مع اميره ديزاد ولا مع الشاف اميره ديزاد باذن الله. في القناه الثانيه تاعي اللي مازال ما ابوناش تابوني، راح ندير لكم كامل وصفات حلويات تقليديه باصغر كيله. من بعد طليتهم غالياتي، درت لهم هاد لي سارسو، لونتهم بالناكري دوري ودرت غير غذائي هكذا في النص وعمرته بالعقاش. شوفوا الطلبيه هذه شويه زربت فيها، نقدر نقول لكم ما صورتش كامل تصوير نهائي لانه كنت زدت عليه طربوش، كنت شريت طربوش علب تاع الطرابش يصح القول، ولصقت لهم طربوش احمر دو كوتي هكذا لانه كانت رايحه هاد الطلبيه مزيود او ميم طون لزياده، يعني دو زونا هاد الطلبيه. دونك درت لها هكذا العقاش تلصقوه بالغراء الغذائي. كلي ما يكونش عندها هكذا ختانه ولا تقدروا تكتفيو غير بهذا التزيين. اللي يكون عندها عمره تقدر دير هكا موتيف تاع عمره في الفلوكوتي، ولا ان بيبي تقدري ديري بوبون صغير دبدوب هكذا. ختانه تقدري ديري طربوش سبيبطات كيما تحبي، يعني الحلوه تقدري تغيريها نتيا على حساب لي موتيف اللي راح تحطيهم. واخر طلبيه اللي هما الموسكوتشو كنت خدمتهم يعني جويه الربعه تاع الصباح، كنت خدمتهم غالياتي. عندي زوج تاع لي فور، طيبت من جهه ومن جهه زوج ومن جهه زوج، وخدمت بزوج انواع تاع ليمول. ليسونسيال كانوا تقريبا نفس عفوا نفس العرض تاع المول هكذا غالياتي. كل مول درت فيه 4 حبات بيض باش نكونوا واضحين، 4 حبات بيض، كاس سكر، كاس غير ربع تاع حليب، كاس غير ربع تاع زيت، زوج خميره، والفارينه كانوا زوج كيسان وربع تاع الفارينه. خلطتهم مليح البنات. درت لافاني بيان سور اللي عندها لو زاز دو سيترون تحط كذلك في المسكوتشو تاعها، تخليهم يطيبوا في الرف العلوي كامل وتجعلهم كامل من تحت، ومن بعد كي يطيبوا ينشفوا باش يحمروا لها من الفوق تحبطهم في النص تجعلهم من الفوق تطفي عليهم من تحت هكذا غالياتي. ومن بعد زينتهم بهذا التزيين حسب طلب الزبونه اكيد. درت لها خليط ما بين شوكولا اتاختيني وما بين شوكولا المرجان ولا كريمه البندق المحمص المرجان المعروفه والغنيه عن التعريف وتخرج بزاف بنينه. دوك تشوفوا التزيين في الاخر، يعني ما راحش نطول عليكم.
هنا ما كنتش مسرعة، ولكن هذا هو التزيين تاع الموسكوتشو تاعي. كان فيه هكذا الجوز من الفوق، شوية لوز إيفيلي بهذه الطريقة، كاين هاد الدغاجي غوز، وهنايا درنا واحد اخرين، زوج واحد اخرين ببونات هكذايا، وزدت له الاسم تاع البنيته. دونك هذه هي ان شاء الله تتربى في عزكم. ان شاء الله تكون عجبتكم غالياتي وصفة اليوم اللي مريت عليها مرور الكرام، حاجه خفيفه ظريفه. بربي ان شاء الله راح قلت لكم نعاود ندير لكم هاد الطلبيه كامل باصغر كيله، خاصه المبتدئات، خاصه اللي راح حابه دير هاد الحلوه في دارها بلا ما تكوموندي. وراح نعطيكم كذلك سعر البيع في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. نقول لكم ان شاء الله تلاقوا في وصفات اخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.